عسلامة عسلامة، اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة، بوب كورن بالكراميل، شوش بالكراميل، حاجة بنينة برشا. هاي نوريكم طريقة التحضير. وبالنسبة للمقادير بالطبيعة نستحقوا قطانية، وللكراميل نستحقوا سكر وزبدة. أنا لهنا استعملت كيس سكر عليهم مغرفتين كبار زبدة. وبالطبيعة كان باش تعمل أكثر كونتيتي تحط 2 كيسان سكر عليهم 4 مغارف كبار زبدة. وتو باش نطيبو الشوش متاعنا بالطريقة اللي نعرفوها الناس الكل. نحطو القطانية في الزيت، وبعديك نزيدو عليه مغرفة صغيرة ملح ونخليوه على نار هادية ونغطيو عليه لين يطيب. ولهنا يحضر الشوش متاعنا كيما تراو، ومن بعد نغطيو عليه ونخليوه على شيرة لين نحضرو الكراميل متاعنا. لازم نحضرو الشوش قبل الكراميل. ولهنا جبت مقلة كبيرة واسعة وما تلصقش، لازم حاجة ما تلصقش. حطيت السكر متاعي ونحط السكر متاعنا على نار هادية، ما نمسوهش من الاول، ما نحركوهش، ولازم تكون النار هادية، كانش نقويه في النار والسكر يتحرق. وكيما تشوفوا لهنا السكر متاعي بدا يذوب، ما مسيتوش لهنا، خليته هكاكا. كيف شفتوا بدا يذوب اكثر وليت نعاون فيه بالمغرفة، نحرك فيه بشوية بشوية باش تسهل عملية انه يذوب. ولهنا في المرحلة هذه عملية التحريك مهمة برشا، لازم نقعدوا لهنا نحركوا فيه باش ما يتكعبرناش ويذوب. نقعدوا ديما نحركوا كيما تراو لين نوصلوا المرحلة اللي احنا حشنا بها. كيما تشوفوا لهنا بدا يذوب الكراميل متاعنا، قريب نوصلوا لليتاب اللي حشنا بها. كيف يوصل المرحلة هذه وبدا قريب يذوب كله، نحطوا مغرفتين الزبدة الكبار اللي قلت لكم عليهم. في المرحلة هذه نحطوا الزبدة ونقعدوا نحركوا لين تدخل الزبدة في السكر متاعنا، وما نقصوش على التحريك، ديما نحركوا. ومن بعد نحطوا مغرفة صغيرة خميرة مرطبات، وكيف نكملوا نحركوا كل شيء، نحركوا في بعضه كالعادة ولين نوصلوا للنتيجة هذه. كيما تشوفوا للمراحل الأخرى وإحنا نحركوا باش نتأكدوا اللي السكر الكل ذاب وطاب، والكراميل متاعنا يكون التكستير متاعه ناجحة، القوام متاعه يكون باهي، كراميل يكون ناجح بالكدا. سايي الكراميل متاعنا حضر، وتنجموا تستعملوا الرسالة هذه متاع الكراميل في أي نوع متاع حلو تحبوا عليه. وتو طفينا على الغاز وجبنا الشوش متاعنا صبيناها على الكراميل. لازم نحطوا الشوش متاعنا فوق الكراميل وهو مازال سخون، ونخلطوا تو كل شيء بالكدا. نخلطوا الشوش متاعنا بالكراميل باش الكعبات متاع الشوش متاعنا الكل تتعمل بالكراميل. لازم نخلطوا بالكدا باش الشوش متاعنا الكل يدخل فيه الكراميل. ولهنا سايي خلطت الشوش متاعي الكل بالكراميل كيما تشوفوا. وتو جبت طبق كبير شوية وحطيته فيه باش نخليوه يبرد شوية، وبعد ما يبرد نبداو نفركو فيه بالكعبة بالكعبة كيما تشوفوا. وسايي حضر البوب كورن متاعنا وحطيناه في صحيفة، واسمعوا لي كنت قرميشة. وهذه هي الوصفة متاعي لليوم، حاجة بنينة برشا للسهرية للعشوية. وكان عجبتكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتير، وما تنسوش باش تشجعوني بالاشتراك عندي في القناة. ونتلاقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة، وتنقول لكم باي باي.